قبل ساعة من موعد المباراة التي ستجمع الطرفين، قال أنتي بودمير لاعب المنتخب الكرواتي لكرة القدم أن المنتخب المغربي يملك مجموعة من النقاط القوية. في تصريح لموقع فيفا الرسمي، قال بودمير إلى أن المنتخب المغربي يضم ياسين بونو الذي يعتبر واحدا من أفضل حراس المرمى بالدوري الإسباني. ونوه لاعب أوساسونا بمميزات الثنائي يوسف النصيري وعبد الصمد الزلزولي على مستوى خط الهجوم. وأبدى اللاعب حماسه الشديد لخوض أول مباريات المونديال، مشددا على المنتخب الكرواتي يصب كامل تركيزه على لقاء المنتخب المغربي من أجل انطلاقة جيدة بالبطولة العالمية. أصبح مكان نجم كوينز بارك رينجرز إلياس الشاعر في المنتخب المغربي غامضا بعد تعرضه للإصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب لبعض الوقت. ويكتفي عبد الرزاق فتي طبيب المنتخب المغربي من مجهوداته لإعداد اللاعب لمباراة بلجيكا وكندا بعدما تم التأكيد رسميا على غيابه عن مباراة كرواتيا المقررة الأربعاء المقبل. ومن المنتظر أن يعقد وليد الركراكي اجتماعا طارئا مع اللاعب إلياس الشاعر والطاقم الطبي لتقرير مستقبل اللاعب مع المنتخب المغربي، خاصة بسبب إمكانية الاستعانة بلاعبين جاهزين من قائمة المنتخب المغربي الأولية. قال تيبو كورتوا حارس مرمى المنتخب البلجيكي أن اللاعب الدولي المغربي حكيم زياش تشبه النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي. وأضاف كورتوا في تصريحات لقناة بي إن سبورت أن طريقة لعب منتخب مصر تشبه إلى حد كبير طريقة لعب منتخب المغرب مع زياش، مشيرا إلى أن هذا الأخير يشبه محمد صلاح في سرعته وتوغله بين المدافعين، ولذلك فمواجهة مصر وديا كانت اختبارا مفيدا للشياطين الحمر قبل ملاقاة المغرب في المونديال. وواصل حارس مرمى البلجيكي بالقول: علينا التعلم من الأخطاء والاستفادة من التجربة، ومن المؤكد في كأس العالم أننا سنقدم أداء أفضل من مباراة مصر. وللإشارة فإن المنتخب المغربي سيواجه المنتخب البلجيكي يوم 27 نوفمبر الجاري في ثاني مباريات الأسود بالمجموعة السادسة لمونديال قطر.